السلام عليكم، كي دايرين خوتي خواتاتي؟ نتمنى الله تكونوا على خير وبخير، ما يخصكم ان شاء الله حتى شي خير. انا جيت معكم بهذا الشهيوه في الكوتي اللي هو السخون وتيحبوه الوليدات. ملي تنخرجوا من الشارع تيبداو الوليدات غادي تيجريو لينا عند موالين البيني. المهم انا قلت غنصايب معكم البيني اليوم عندي في البيت وما كاينش اللي ما تعرفوش. انا غير حبيت نشارك معكم الوصفه من طريقتي انا من بيتي وصافي. المهم هاد البيني هذا يمكن لك تشكليه لوليداتك باش ما بغيتي بالشكلاط، تعمريه بلا كريم باتيسيال، تعمريه بلا كريم فخيش، باش ما بغيتي تصايبيه تشكليه بالنويعات ديال الشكلاط. المهم انا وليداتي تيحبوها هكا بالسكر كلاصي، وهاد البيني تيجي خاوي من الداخل، تيجي الصراحه روعه، تيجي تيتفشفش، تيجي زوين بزاف وخاوي. ما تتحسيش بواحد البيني اللي هو ثقيل، تتحسي بهذا البيني اللي هو خفيف بزاف. شوفي معايا. المهم الطريقه ديالي غادي نشد ان شاء الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. غادي نشد واحد المعلقه كبيره ان شاء الله ديال الزبده، درتها، ودرت واحد قياس معلقه كبيره ديال الخميره. غادي ندير واحد 3 المعالق كبار ديال السنيده. انا ما عنديش السنيده، درتها السكر. غادي نعجنو بغير الماء المدافي. درت واحد بيضه، غنحيد هاد القشيره طاحت لي، غندير واحد بيضه وغادي نعجنو من دون حليب. غادي ندير ان شاء الله غير الماء دافي وغادي نعجنو. غيجي واحد البني الصراحه اللي هو خفيف وزوين بزاف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. غادي نعجنو غير بالماء دافي. دايره معلقه صغيره ديال الملحه. غادي نخلط كلشي ان شاء الله. غادي نخلط كلشي مزيان حتى يذوب لي داك السكر وهذيك الخميره، والماء راه دافي شويه حيت الحال بارد. ما تنساوش واحد المعلقه ديال الفاني. انا درت واحد الخنيشه فاني. وغادي ان شاء الله نكمل الخليط ديالي حتى يذوب لي هذا الشيء كامل. غادي نبدا نزيد الطحين ديالي وغادي نحيد هاد الخلاط وغادي نكمل ويدي العجين. مهم الفرص الممتاز وعينك ميزانك في الطحين. المهم غادي نشد هاد العجين ديالي، غادي نحطو على الطبله ديالي ديال الرخامه وغادي نجلس ندلك فيها. غادي نجلس نديها ونجيبها حتى ندلكها مزيان. هاد البيني تيجي خفيف ظريف. بغيتي تعمريه يمكن لك تعمريه، باش ما بغيتي في الكريمه اللي نسيتي يعجبوها وليداتك، بغيتي تخليه غير بالكوفيتير، باش ما بغيتي تخليه خليه. غادي نبقى ندي ونجي فيه مزيان حتى نحس بالعجين ديالي ولا خفيف ومدلوك مزيان. وغادي نديرو فواحد البانيو. هو هذا العجين ديالي بعد ما رطاب ولا ملس، غادي نديرو فواحد البانيو ونغطيه بواحد البلاستيكه ونخلي العجين ديالي يطلع. غادي نخلي ان شاء الله العجين ديالي، غادي نجمعها. غادي نغطيها ونخليها حتى تطلع وغادي نقسمها على جوج، وغنخلي وحده في البلاستيك وحده غادي نبدا نسرح فيها باش العجين ديالي ما يبردش، باش تبقى العجينه ديالي سخونه. غادي نوجد واحد المنديل وهنا غنبقى ندير فيها بالمدلك، وغادي نقطعها بالقياس اللي انت بغيتي، الحجم اللي انت بغيتي. بغيتيها دائره او بغيتيها مثقوبه من الوسط، نحاولوا نديروا فيها تقريبا الوسط بواحد الغلاقه. انا درتها غير بالغلاقه ديال البيض وديال الزيت. صراحه صوبت ليها واحد الدائره من الوسط. انا قطعتها غير بهاد الحكاته، تندير في الفور الطحين بحال هكا باش ما تلصقش، وغادي نبدا نقطع وانا تندير في الطحين وانا تنقطع باش ما تلصقش ليا. لو وصلتوا معايا حتى لهنا ما تنساوش تصليو على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
انا درت غير غلاقه ديال الزيت وحاولت نقطعها من الوسط. حاولوا ديروها في الطحين، انا راه شدات لي في الاول. المهم انا درت النص بحال هكا متقوم من الوسط، والنص درتو غليهم عادي. بعد ما درت له بحال هكا غادي نغطيهم بواحد المنديل، ومن داك المنديل غادي نغطيه بالبلاستيكه باش تخمر. ما تنساوش ان حنا في الموسم ديال البرد. هادو غنخليهم دائريين بحال هكا. المهم انا غندير نص دائر ونص ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. لو وصلت معايا خوتي لهنا ما تنسونيش بواحد البصيمه وواحد لايك، واحد التعليق زوين من التعليق ديالكم، وانا ما تنخلي حتى شي تعليق ما تنقراش وترد لكم الامانه. شكرا لكم. المهم هذا البني ديالي بعد ما تيتنفخ انا تنبدا نقلبو. هو هذا الدائر. فواحد الصراحه تيجي واحد البني اللي هو روعه، تيجي واحد البني اللي هو زوين وخفيف بزاف. هو هذا البني ديالي. بعد ما درت فواحد الشبكه تحت منها واحد بابي كويزين يتنقص من هذاك الزيت، وهذا هو البيني صراحه ديالي. المهم انا جربت معكم البيني ديالي، وتنبغي نجرب معكم كل حاجه اللي انا نديرها في البيت ديالي. غير شكرا منكم بزاف صراحه على المتابعه، والله العظيم تنشكركم. لو وصلتوا معايا حتى لهنا ما تنسوش تصليوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هذا هو البنين ديالي تنصايبو صراحه وليدات يصايبوه بالسكر كلاصي. وصلتوا معايا حتى لهنا ما تنسونيش واحد البصيمه وواحد لايك واحد تعليق زوين، وشكرا بزاف على المتابعه على خطيكم. صراحه تيجي خاوي وتيجي زوين. يمكنلك تعمري باش ما بغيتي، يمكنلك ديري فيه الشكلاط، تعمري بالكوفيتير، تعمري بلاك باتيسيال باش ما بغيتي الاختيار تيبقى ليك. وما تنساوش الحامض محكوك، انا راني درتو نسيت ما قلتهاش لكم. درت الحامض محكوك فيها تطلقوا فيها واحد النكهه زوينه. شكرا بزاف على المتابعه. على خطيكم. هو هذا تيجي البني ديالي خاوي من الوسط وتيجي رائع، تيجي زوين بزاف. تاكلوه بالصحه والراحه نتوما ووليداتكم ان شاء الله.